بسم الله الرحمن الرحيم. هل تريد تستفاد من فيسبوك، تبيع منتجات أو أشياء مستعملة عندك في البيت موجود، أو أشياء جديدة عندك في البيت أو في المحل؟ كيف تستفاد منها وكيف تبيعها وتربح منها ربح كويس؟ يعني أول ما هنا أنت تفتح صفحة فيسبوك. بعد ما فتحنا الفيسبوك ندخل على هذه علامة مارك بلات، نفتحها، يفتح لنا هذه الصفحة. هذا الناس حاط أغراضه للبيع، في بعض حاطة مجانا، يعني بدي أخلص منه وتعالوا خذوه، وفي كثير من الناس حاطة بفلوس وبمصاري. أنا أعلمكم الطريقة كيف تخلون أشياء المستعملة أو الجديدة. أنت عندك مثلا هذا البيع، شوف البيع، حالة العناصر هون مثلا جديدة مستعملة الكل. أنا أعلمكم كيف الطريقة. خلي أرجع من أول هون. أول ما تدخل على إنشاء قائمة معروضات، ماشي؟ يعني شوف هذا كل الأدوات موجودة هون، الأسماء. إنشاء قائمة معروضة، تضغط عليها ضغطة واحدة. عنصر للبيع، مركبة للبيع، منازل الإيجار، يعني عندك اختيارات كثيرة. والقوائم المعروضة، يعني عندك أنت مثلا اختار مثلا نوع القائمة المعروضة عندك. القوائم المعروضة خلي مثلا عندنا، لحظة، ندخل على قائمة إنشاء معروضات جديدة. العنصر للبيع، مثلا عندي قطعة واحدة للبيع، أو عندي مثلا أنت تختار القطعة اللي عندك مثلا. يفتح لك هذه القائمة. أول ما هنالك تعمل صورة بتليفونك بجوالك، تأخذ لك كم صورة عن هذه الشيء الموجود عندك في البيت. طباخ، تلفزيون، عندك أي قطعة صغيرة كبيرة مستعملة، أو عندك أشياء جديدة، ما في مشكلة. أنا أعمل لكم خطوة بخطوة. مثلا أنا أضيف صورة. أول نقطة، أنا عامل صورة، كم صورة، أنزل الصور تبع سرير أطفال. هذا كمان صورة ثانية أعملها. أنا حاط مثلا حاط 4 صور، ماشي؟ يعني الناس إذا بده كم صورة تعمل له يكون أفضل. يعني لا تخلي صورة واحدة، حتى إذا صورة واحدة ما في مشكلة، ولكن أحسن شيء بأنه أنت تخلي كم صورة، يعني هذا يكون أفضل شيء، ماشي؟ مثلا أنا حاط 3 صور، أنا عامل له 4 صور، ماشي؟ أنت تقدر تخلي كم صورة بدك خلي. وهذا الرابع صورة أنا حاطة. هذا النقطة الأولى احنا خلصنا. شوف أنا حاطة صورة سرير أطفال للبيع مثلا. نزل تحت شوية، بس لحظة. خلينا نشوف العنوان. مثلا أنا عنوان بيتي بس لحظة، نصف وتم. أنا هذا عنوان بيتي. السعر، يعني أنا حاط مثلا كم أخلي لهذا. أنا بهولندا حاليا، أنا أخليه 5 لا، لحظة، أنا حاط 35 يورو على هذا. شو اسم الفئة مثلا لهذا الشغلة اللي أنت تريد تبيعها؟ مثلا شغلتك جديدة أو قديمة. هلا أنا أعلمك الطريقة كويس. ندخل على مثلا الرضع والأطفال، احنا نخلي ماشي، هذا بس للتجربة. الحالة مثلا جديدة
مستعمل يشبه الجديد، مستعمل جيد، مستعمل متوسط مثلا. مستعمل متوسط اخلي. ماشي. العلامة التجارية نخلي نو، لان هذا ما في علامة تجارية، ما عندي حاجة. الحجم مثلا اخليها 60. ماشي. والوصف هون سرير أطفال مستعمل ولكن جيدة، بالهولندي كمان، خبرة كنمار خوت بيبي بيت. ماشي. انت تخلي الوصف كويس. انا يعني هذا لتجربة بس. انت تخلي الوصف والاسم وكل الشغلات انت تخليها هون. ماشي. ولكن في طريقة اخر. مثلا انت تروح على محلات عطور، محلات يعني الشغلات كويسة عندها بسيطة. مثلا انت تختار عطر موجود عند بالمحل ب40 او ب30 او ب40 جنيه المصري. ماشي. انت تكتب السعر كم 100 جنيه. يعني انت لازم تشحنه. مثلا يجي لك بعد ما نشرت، يجي لك مثلا 4 5 10 اشخاص يطلبون هذا العطر، هذا الريحة منك. ماشي. انت تروح المحل، انت تتفق معهم وتاخذ فلوس منهم وتمشي على المحل. ماشي. انت حاط 100، انت تشتري من المحل ب40 او ب30، كان فيها ربح. كل عطر فيها 60 70 جنيه ربح. ماشي. هذا الربح انت يعني بس تدفع حق الشحن. والشحن انت تعرف يعني ما في احد اليوم ما يعرف كيف يشحن الشغلة. انت تعرف تكتب الوصف مثلا تبع هذا الشيء اللي انت اختارته، وصف كويس ومنيح. ماشي. تختار العنصر. ماشي. العنصر عنصر واحد. او مثلا اذا بدك تبيع شيء من المحلات مثلا يطلبون تتصور بانه هذا العطر يطلبه 10 اشخاص، اثنين اكثر من شخص، مثلا عرض على انه متوفر. ماشي. لان انا حاليا عندي بيبي واحد، سرير بيبي واحد، انا اخلي واحد. انت حسب اللي انت التالي. ماشي. التالي ما في شيء انت تعمله، فقط تعمل النشر. ماشي. نضغط على النشر وتنتظر. والناس هم يعني بعد فترة يتصلون فيك، يشوفون الشغلة، يبعثوا لك عن طريق الماسنجر او عن طريق ايميلك او عن طريق هذا الصور اللي موجود عندك. ماشي. يعني هم يطلبون منك مثلا بالسعر، احنا نجي ناخذها، او مثلا او انت تختار. شوف هذا تختار هون. خلي اعلمكم الشغله قبل ما تعملها. هذا المسافه. يعني بدك الشغله هذا تبيعها لكم كيلومتر؟ 500 كيلومتر. خلي 500 كيلومتر انت، يعني ما خسران شيء. وبعدين تعمل النشر. خلاص. الشغله هذا بانه آه يعني كويس جدا، تستفاد منها كثير كثير كثير. انا اعلمكم يعني هذه شغله بانه تعملوها. هذا شوف، اذا اي احد يدخل يرسل لك رساله ويقول لك انا بدي او انا اريد اجي اخذها منك ب 35، او يتصل فيك ويكون مثلا اريدها ب 30 مثلا. ماشي. شوف قوائم معروضة. هذا الناس هم يتصلون فيك ويكتبون الرسائل، انت بس عليك فقط ما خسران شيء. تروح للمحل تصور كم شغلة وتنزله وتعمل له وصف بهذا الطريقة. والناس بعد فترة هم يتواصلون معك. أو عندك شغلات موجودة بالبيت مثلا مستعملة أو أشياء جديدة، أي شيء عندك أنت تعملها بهذه الطريقة وتبيع أو تستفاد منها. حتى من أشياء المحلات هذا يعني الطريقة. إذا أنت كل يوم تعملها لحد ما تكبر السلع عندك، كم من الصورة وكم سلع عندك، والله أحسن من اليوتيوب 100 مرة. يعني كل شغلة أنت تربح مي مثلا بالدولار، أقل ما تربح به ب 15 بكل قطعة. 10 15 دولار تربح به. يعني حتى بالجنيه المصري، إذا أنت شغلة تشتري ب 30 تخلي السعر 100، تخلي مثلا تشتري ب 50 تخلي 150. يعني دائما خلي 3 أضعاف، ضعفين فوق السعر. ماشي. والناس يشترون يا اخي، الناس يشترون، ما يدورون على شغلات بسيطه. والله الناس يشترون، في كثير الناس يعني قاعدين بالبيت ما عندهم، يعني راسا يتصل فيك جيب لي او ارسل لي او اشحن لي.
يعطيك المبلغ وخلاص، أنت ما خسران شيء يا أخي. كل ما هنالك أعمل هذه إنشاء قائمة معروضة، وأنت إن شاء الله تربح منها وشغلات كثيرة إن شاء الله، يعني تربح فلوس ومصاري كثيرة. أنا أنصحكم لله لله. هذا هو الفيديو اليوم. أرجو أن لا تنسونا باللايك والاشتراك من فضلكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.